حلقة عن صناديق الاستثمار كاملة مكملة، ومش أي زاوية في صناديق الاستثمار هنتكلم عليها في الحلقة دي، هنتكلم بالأرقام. مين حقق أعلى أرباح في الربع الأولاني في 2026 ومين أصلا حقق أرباح في السنة اللي فاتت كلها اللي هي 2025. بس نقف وقفة الأول كده مع نفسنا ونفصص كام حاجة. بصوا في عجالة كده نتكلم بشكل بسيط ومباشر عن صناديق الاستثمار سواء تقليدية أو متوافقة مع الشريعة أو صناديق الذهب، ونشرح بقى الفكرة من البداية خالص رغم ان اتكلمنا عنها كتير قبل كده. ايه هو صندوق الاستثمار وبيشتغل ازاي، وزي ما قلنا في اول الفيديو ايه هي برضو المكاسب اللي حققتها الصناديق دي زي ما قلت كده في 2026 اول 3 شهور وفي 2025. صدقوا بقى انه بالرغم من كل النوش اللي حاصل اليومين دول في صناديق حققت شوية مكاسب حلوة، لا حلوة قوي كمان. فلو سيادتك مهتم بالاستثمار وعايز زي بشوي صاحبي كده، بس مش بشوي الله يقدس روحه، بشوي تاني مهندس صوت بشتغل معاه، بشوي صديقي وبحييه يعني، نفسه يخش في البورصه وما عندوش الوقت ولا هو اصلا عنده يعني النولج او العلم انه يشتغل في البورصه، او مش ناوي عن يعني انه يدوس بقى بقلب جامد كده في مخاطر البورصه، صناديق الاستثمار يا بشوي واحده من اهم الطرق اللي تستثمر فيها فلوسك. ولو تفتكر انا قلت لك كده يعني الكلام ده على التليفون، لانها مضمونه وامنه وانا شخصيا برشحها. بس معلش بقى نقطه كده ومن اول السطر، يعني ايه صندوق استثمار؟ ببساطه شديده جدا هو وعاء مالي بيجمع فلوس عدد كبير جدا من المستثمرين. كل شخص من المستثمرين دول بيشتري حاجه اسمها وثيقه. الوثيقه دي بتمثل ايه؟ بتمثل البرسنتج او نسبه او حصته في الصندوق. بعد كده مدير الصندوق بيبقى تحتيه كمان فريق متخصص في الاستثمار بيبدا يوزع الفلوس دي على ادوات استثماريه مختلفه. عندك بقى اسهم، عندك ادوات دخل ثابت حسب كل صندوق وسياسته. الفكره هنا في ايه بقى؟ انت بدل ما تستثمر في سهم واحد فلوسك بتكون متوزعه على عدد كبير جدا من الشركات، وهنا هتقلل عن نفسك المخاطر اللي ممكن تكون موجوده في الاسهم، او يعني حته الفولاتيليتي مش موجوده. لكن في نقطه مهمه معلش محتاج اقولها واوضحها كده واقولها بمال وبقي، صناديق الاسهم مش للاستثمار السريع، مش ستايل انتش واجري، لا. يعني ما ينفعش كده تقول انا هدخل احط فلوسي النهارده واخدها تاني يوم، او اول ما السهم يعلى اخد بعضي وامشي، لا. لازم تعرف ان الاستثمار ده او النوع ده من الاستثمار يعني اقرب لما يكون متوسط لطويل الاجل، لانه حتى اداؤه بيعتمد على اداء السوق نفسه، والسوق دايما مش ماشي في فلات لاين كده او مش ماشي في خط مستقيم كده عادي طالع ونازل، ده خلقه ربنا. واصلا انت عندك الاوبشن انك تشوف اداء الصناديق كان عامل ازاي وتراجعها كويس قبل ما تحط فيها فلوسك. وانا بنصحك بقول لك بص على نشرة الاكتتاب أرجوك. ده بقى موجود فين؟ موجود عند البورصة، موجود في شركات السمسرة، موجود في الصناديق. أصلا ده جزء من سياسة أي صندوق، لازم يعمل حاجة اسمها إفصاح، يقول هو بيستثمر في إيه، مين مدير الصندوق، السي في بتاعه يعني فاهم؟ أنت بتبقى فاهم كل ما يخص الصندوق ده شكله عامل إزاي لو تحط فيه فلوسك. وعلى شرط الكلام ده كله عن الصناديق كلها، بس الزاوية اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي دي عن صناديق الأسهم. عندك بقى نوع تاني مثلا اسمها صناديق الدخل الثابت، دي بشكل أساسي بتستثمر في أذون الخزانة والديون الحكومية، يعني الفايدة بتاعتها مضمونة. عندك ثالث نوع اللي بيسموها في ايجيبت الشريعة كومبلاينت او الصناديق المتوقع مع احكام الشريعة الاسلامية. هي نفس فكرة صناديق الاستثمار، ولكن في كام اختلاف كده محتاج اقوله لك. دي من اسمها بتستثمر في انشطة واسهم متوافقة مع الضوابط الشرعية، وبيبقى في لجان شرعية بتقيم الكلام ده كله، سواء نشاط سواء نسب عاملة ازاي، الكلام توزيع ارباح، كل الكلام ده بيبقى تحت رقابة لجنة شرعية. كميكانيزم او طريقة عمل هو نفس يعني اي صندوق تاني خلقه ربنا. الصندوق الاسلامي زي اي صندوق تاني موجود في السوق سواء جوه مصر او بره مصر. وعلى فكرة ناس كتيرة جدا بتيجي من بره، من شركات او من مؤسسات او افراد يعني من المستثمرين الكبار من الخارج بيستثمروا في الصناديق الشريعة كومبلاين دي تحديدا، لانها بتبقى عاملة ارقام مرعبة. عندك برضو صناديق تانية زي صناديق الذهب، ودي مخصصة لشراء وثائق في او بتستثمر يعني في الذهب، ودول كتير قوي واتكلمنا عنهم وفصصنا منهم كتير جدا. على سبيل المثال وليس الحصر بلتون، على سبيل المثال وليس الحصر ازيموت، على سبيل المثال وليس الحصر في مباشر في الاهلي بكره، يعني في حاجات كتيره جدا. وزي ما قلت لكم هفضل اكرر تاني يا جماعه، الصناديق ممكن يعني تطلع عادي خالص وممكن تنزل تاني شهر او شهر لا، وهتلاحظوا كده من المقارنه لما نيجي نقارن بين اداء الصناديق مين اعلى صناديق كانت في
2025 وتشوفوا اصلا مين اعلى صناديق في اول ربع في 2026، لانه هتلاقوا فيه شويه شقلطه. بقول لكم ايه، ما تيجي نخش كده وناخد امثله على اكتر صناديق عملت ارباح في 2025، نعملها بقى زي الايه على راي استاذ جهان عبد الله اجمد 7 الساعه 7. ناخد الصناديق بقى من الاقل للاعلى. نبتدي في المركز العاشر، معانا مين؟ صندوق سي اي اسيت مانجمنت للاستثمار في مؤشر الشريعه اي جي اكس 33 مصر، مؤشر الشريعه ايكويتي. ده عمل ارباح 47 و26% في 2025 فقط. خد بالك ده اقل واحد فيهم. انت يعني شايف فرقه عامل ازاي عن اعلى نسبه شهاده حتى اتطرحت في عز ما كانت الفايده في عزها. المركز التاسع صندوق اسمه صندوق استثمار بنك البركه مصر وثيقه البركه، وعلى فكره بنك البركه من البنوك الاسلاميه. ده عمل 47 و28%، هو ما فرقش غير 2%، فيعني قشطه. المركز الثامن صندوق بنك الاستثمار العربي الثاني هلال، ده عامل 49 و41%. في المركز السابع صندوق استثمار بنك مصر الاصدار الثاني المرتبه، ده عمل 49 و66% ارباح في 2025. المركز السادس صندوق بنك مصر الاصدار الثالث، عمل ارباح 50 و22%. وبمناسبه الجميله دي دايما بجيب سيرته في كل فيديو او في كل حاجه اول ما تيجي سيره بنك مصر، لان هو عظمه تقيله جدا بالنسبه لي انا في بنك مصر. يعني صديقي احمد حمزه نعرفه من 25 سنه وبقى فاهم في منصب يعني كده يعني، فبحب امسي على احمد حمزه عشان هو لسه في بنك مصر. المركز الخامس مين بقى؟ صندوق بلتون للاستثمار في اسهم مؤشر اي جي اكس 100، ده عمل عائد 50 و54% في 2025. واحب برضو يعني اوجه التحيه لخليل البواب علشان انا بحبه جدا. في المركز الرابع صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه، صندوق اسمه الحصن، ده عمل ارباح 51 و13%. المركز الثالث معانا صندوق اسمه سنابل، وبرضو ده صندوق متوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه، ده عمل 52 و46% ارباح في 2025. المركز الثاني صندوق استثمار البنك الرئيسي لبنك التنميه والائتمان الزراعي، ومعاه مين بقى؟ بنك القاهره. الصندوق ده اسمه الوفاق، ده عمل 53 و72% في 2025. اعلى صندوق معانا تفتكروا مين؟ صندوق فارس الاول، ده ارباحه وصلت 60 و13%. يعني انا كنت حطيت 100,000 اول السنه كنت هاخدها 160,000 وكسور اخر السنه، ده في سنه واحده. شوف اصلا اقل صندوق عامل ارباح عامل ازاي، حاجه 40%، واعلى صندوق عامل تقريبا 60%. فكره بقى في حاجه، خدتوا بالكم في كام صندوق متوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه عامل ارقام عاليه ازاي؟ ده اللي بقوله من شويه قبل ما اتكلم او قبل ما انا اشرح الصناديق دي كلها او قبل ما اقول الارقام دي كلها او نسردها، يعني انه في مستثمرين اصلا اجانب بتيجي من خارج مصر وبتيجي من خارج المنطقه العربيه عموما يعني، وبتحب تستثمر في الصناديق المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه اللي بتبقى عامله ارقام حلوه جدا 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 كارباح. وقبل بقى ما تيجي تقول لي معلش استنى بقى ثانيه، هنا الكلام ده كان في 2025 والدنيا كانت حلوه ومش عارف ايه وبتاع وخلاص بقى اللي فات مات والكلام ده قديم. يا اسطى ما كان في يعني 12 يوم برضه نوش بين امريكا وايران في 2025، صح ولا مش صح؟ يعني هتيجي تمسك في رايك برضه وتقول لا 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 لا. بص بقى احنا ابو حنان اليومين دول المكنه خفت ومحتاج ايه عمره مكنه ويعني مكنه بترزع وبتسرب زيت. هقول لك طب ما تيجي نشوف طيب اداء الصناديق عامل ازاي من اول السنه اللي هي 2026 لحد دلوقتي، لغايه مش لحد دلوقتي تحديدا يعني لغايه اخر الربع الاولاني اللي هو اول 3 شهور في 2026. والارقام ما بتكذبش يعني، على راي المثل ده العرس يبان من لم الجله، لا مؤاخذه يعني. نبدا بصناديق الذهب. اعلى صندوق ذهب عمل عائد كان صندوق سبائك من شركه بلتون، ده في اول 3 شهور بس في 2026 عمل 21 و66% ارباح. المركز الثاني ما بعدش عنه كتير كان ايزد جولد، احمد ابو السعد حبيبنا وانا بحبه جدا جدا جدا، عمل ارباح قد ايه؟ 20 و92%. وجدير بالذكر يعني الشيء بالشيء يذكر، بس يعني جت في بالي وانا بتكلم كده انه الاثنين اصلا سواء خليل البواب واحمد ابو السعد الاثنين ايه بقى اعداء كوره يعني، ده اهلاوي صرف اهلاوي قح زي ما بيقولوا يعني، وده زملكاوي صرف وده يعني فاهم، بس مش هقدر اقول مين فين فيهم علشان ما نعملش خناقه في البتاع يعني. نرجع للصناديق. معانا بقى دلوقتي صناديق الاسهم. اعلى صندوق كان بي الفا من شركه بلتون، ده عمل 13 و34% في اول 3 شهور من 2026. ثالث نوع معانا الاسهم او صناديق الاسهم يعني المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه. اعلى صندوق الفا من بيت التمويل الكويتي، ده عمل 11 و76%. بعد كده صندوق بنك البركه، ده عمل 11 و16%.
رابع نوع معانا صناديق ناس كتيره جدا ما بتتكلمش عنها، بس هي لا محتاجين نذكرها طبعا، الصناديق القطاعيه. اعلى صندوق قطاعي معانا كان صندوق بلتون المالي، ده عمل 14.54%. خامس نوع معانا الصناديق المتوازنه، اعلى صندوق كان اسمه صندوق الاهلي حياه، ده عمل 9.51%. سادس نوع بقى معانا صناديق منخفضه المخاطر، بين قوسين كده الصناديق النقديه. اعلى صندوق استثمار نقدي كان كام؟ ده عمل 5.8%. ده صندوق اسمه وثاق من شركه الاهلي للاستثمارات الماليه اللي هي افم، وكنا اتكلمنا عنهم قبل كده تقريبا في صندوق الذهب كذا مره على فكره يعني. طب في على فكره صناديق نقديه متوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه. اعلى صندوق فيهم كان GIG مكاسب الاصدار الثاني، ده طالع من شركه NI كابيتال، ده عمل 4.77%. بالنسبه بقى لصناديق الدخل الثابت، وانا هنا هقف شويه لان انا اتسالت كتير عن الصندوق ده تحديدا، وبسالكم اصلا لو احنا يعني او لو انتوا حابين ان احنا نفرد له فيديو لوحده، انا ما عنديش ادنى مشكله، ده انا كله طوب الارض سالني عليه. صندوق بريق ده عمل ارباح 4.9% تقريبا 5%. ده اداؤه السنوي، حتى كنت بتكلم انا ومرشد من كام يوم، متوقع انه 19.5 ل 20% على اخر السنه، وده رقم كبير حلو قوي كمان. بس كده لا طبعا، زي ما في صناديق بالجنيه في صناديق دولاريه. اعلى صندوق دولاري مين؟ بلتون الدولاري، وعمل 2.3%. يعني اداؤه السنوي تقريبا 9.2%، وده رقم اعلى من اي رقم شهاده دولار موجود في اي بنك. طب بعد رصه الارقام دي كلها بقى نستفيد ايه يا بسيوني؟ هقول لك النتائج بتقول حاجه واحده، صناديق الاستثمار اذا كانت تقليديه او اسلاميه، بصوا هخليها يعني منمقه كده، هي وسيله مناسبه جدا لدخول السوق من غير مخاطر، يعني من غير مخاطر بقى، ومن غير ما اعمل اي حاجه، من غير ما احط نفسي في ريسك فولاتيليتي، ولا من غير شقلاطه، من غير ما اوجع دماغي. الصناديق يا جدعان انا برشحها بقوه للي بيفهم في البورصه، واللي حتى ملوش فيها خالص اللي على الابيض، وحتى برشحها للي اصلا عايز يستكشف اختيارات تانية غير شهادات البنك. بس استنى بقى معلش، هنا اختيارك للصندوق ما بيعتمدش على اكبر عائد شهري، يعني ما تروحش تنشن بقى وسط الرصه اللي احنا قلناها دي كلها وتشوف مين اعلى واحد فيهم وتنشن عليه. في كذا عامل اصلا محتاج تبص عليهم. مستوى المخاطره عامل ازاي في الصندوق، سياسه الصندوق نفسه في الاستثمار عامله ازاي، شكل توزيع الارباح عامل ازاي، والاهم مده استثمارك. اللي في صناديق بتلاقيها مثلا 5 سنين و7 سنين، طب افرض انا مش عايز الكلام ده كله، يبقى ما اخشوش حتى لو عمل ارقام كبيره. خدها بص كلمه من اخوك بسيوني، انا داخل على 40 برضو، كل ما كانت مده استثمارك اطول كل ما فرصه العائد بتاعك انه يزيد هتكبر. ليه؟ لانك بتستفيد من حاجه اسمها الاكيوميليشن او التراكميه في العائد. فلو انت اصلا بتفكر تستثمر في صندوق، اقعد مع نفسك كده وحدد الاوبجكتيفز او اهدافك الماليه دي عامله ازاي، لانه الاهداف دي بتختلف من شخص للتاني. مثلا هديكم مثل، يعني انا دلوقتي عندي اقساط بدفعها، ومعايا مثلا مبلغ قسط سنه كامله، حلو، انا المبلغ ده ما اقدرش اسيبه فلوس، هيخسر معايا، فالافضل ان انا استثمره في حاجه تجيب لي فلوس مده اللي انا بدفع فيها الاقساط دي، بدل ما اسيبها مركونه، ويبقى عندي سهوله ان انا اسحب في اي وقت علشان اغطي القسط، وفي نفس الوقت الفلوس اللي انا سايبها الاقساط دي بتعمل فلوس. يعني ما انا ما اقعدش كده حاططها زي خيبتها في البيت، لا الفلوس تشتغل وتجيب فلوس. فهمتوا قصدي؟ يعني انا محتاج الفلوس دي مثلا بعد سنه، بعد سنتين، شوف انت محتاج الفلوس دي بعد قد ايه، وبناء على كده قرر. ده طبعا مع احتساب قابليتك انت للمخاطره. والتاني برجع اقول، سواء صناديق، سواء ذهب، سواء اي عقارات، اي شكل من اشكال الاستثمار او الادخار، كلمه السر والله العظيم في حاجه واحده، دايفرسيفيكيشن او التنويع. هقول لكم حاجه، في ناس مثلا كل يعني شافت اللي حصل في ازمه اسمها ايه دي، ايران وامريكا، وشافت الذهب مثلا من الحاجات اللي ريحت. في ناس كانت بتضارب على ده، خش لي بقى قول لي ده كله على راي الاستاذ بيطلع اطلع لي بقى من المكان ده كده. شوف مثلا في عز ما الذهب نزل، في ناس اشترت ذهب بارقام مفزعه، لانه شايفين انه دي احسن فرصه واحسن وقت لشراء الذهب. طب لو انت كنت مستثمر في الذهب على امل انك تعمل عائد مثلا في وقت معين، ولقيت الدنيا خيشت، عندك العقار ماسك نفسه، عندك ادوات استثماريه تانية ماسكه نفسها، مش كله سهل البيع، ومش كله زي ما بيقولوا كده ايه نفس البيع ونفس شكل الاستثمار، عندك كذا استثمار بكذا شكل مختلف.
فالسر في ايه؟ السر في التنويع. فكركم تاني تشتركوا في قناه اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس. الحلقه الطويله دي بتنزل يوم الثلاث وبتنزل بانترفيو يوم السبت. الحلقات كلها موجوده على كل منصات او البلاتفورمز بتاعه الاوديو او يعني البودكاست. عندك بقى ابل، عندك يوتيوب ميوزك، عندك سبوتيفاي، عندك انغامي بلس، عندك تويست، عندك كل حاجه من الحاجات دي. اسمعها بقى في العربيه، في البيت، في الجيم، في الكلام ده كله. عشان بصوا يعني في ناس تسمع سامح سند، في ناس ممكن تسمعنا انا، يعني الله اعلم يعني. بس انا بحب سامح سند جدا جدا وصديق شخصي يعني، وعلاقتي بيه كويسه جدا جدا وبحبه وبسلم عليه كمان من قلب الفيديو. بس كده، اشتركوا في قناه اليوتيوب، فعلوا زرار الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده، وخدوا لكم لفه في الفيديوهات القديمه. سلام عليكم.